السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم حبيبي؟ أتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدأ خبر اليوم لا تنسوا الاشتراك معنا وشكرا كثير على دعمكم. في خبر اليوم استنكر نادي بترو أتلتيكو الأنغولي سوء المعاملة والصعوبات التي واجهتها بعثة الفريق في الجزائر على هامش المواجهة التي مرت أمام شبيبة القبائل لحساب الجولة الخامسة من المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأصدر نادي بترو أتلتيكو بلاغ رسمي يعرض فيها الإشكالات التي واجهته وكذا المعاملة السيئة والمشينة التي تلقتها بعثة الفريق منذ وصولها إلى مطار الجزائر. وجاء في مضمون البلاغ: السادة الأعضاء والمشجعين والجمهور عموما، نعلمكم أننا حظينا برحلة سلسة وخالية من المتاعب. الصعوبات بدأت بمجرد هبوطنا في الجزائر. سوء المعاملة يعني أن لا يوجد أي استقبال من الفريق الخصم ومن الاتحاد المحلي. وتابع بلاغ النادي الأنغولي: لقد تم احتجاز بعثة الفريق في المطار لمدة ساعة ونصف لفحص الأمتعة، مما أدى إلى استصدار معدات الطاقم الإعلامي. تقول لوائح الكاف أن من مسؤولية الطرف المستقبل توفير شروط النقل للفريق الزائر، لكننا غادرنا المطار عبر حافلة لا تتوفر على شروط نقل فريق كرة قدم محترف. إنه موقف غير مقبول في أكبر مسابقة كرة قدم على مستوى الأندية في القارة الإفريقية. وتابع بلاغ بترو أتلتيكو: يجب إعادة التفكير في مستقبل كرة القدم الإفريقية بشكل عاجل، لأن مثل هذا السلوك يشوه إفريقيا، ومع ذلك نحن مركزون ومتحدون لمباراة السبت، وسوف نفعل كل شيء لتحقيق أهدافنا على أرضية الملعب، ونأمل أن تتخذ الكاف الإجراءات المناسبة وأن تكون صارمة مع الفرق التي تختار هذه الممارسات. هاد خبر اليوم، وبتمنى لو تشتركوا معي حبايبي عشان أقدم محتوى أحسن وتفرحوني كثير، وشكرا على دعمكم وتفهمكم، وهاي الشيء اللي خلاني أرجع نزل فيديوهات كل يوم.